السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في قناتكم بساطة مع قمر. فيديو اليوم إن شاء الله خاص بمعسلات رمضانية، ونتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. وبالنسبة للعقدة ديال اليوم مختلفة تماما على اللي شاركت معكم من قبل، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم وكذلك تجربوها بالصحة والراحة. بالنسبة للكمية ديال اللوز عندي كيلو، غادي نقسمو على 3 زلايف كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي نقلي 2 زلايف، يعني نقليهم ديال اللوز في الزيت، وزلافه وحده غادي نحضر بها العقده ان شاء الله كيف غتشوفوا معايا فيما بعد. هنا تنخلي هاد الزلافه هادي، وهاد القياس هذا هو اللي خليته قياس زلافه، غنخليه في التبصيل حتى نشاركو معكم كيفاش غنحضروا عقده. هنا خديت الزيت اللي تنفرغها على اللوز، يعني الزيت بارده هكا باش يتقلى لينا اللوز وما تيتخطفش لينا يعني في اللون وكيبقى خضر من الداخل. كنديروه في زيت بارده باش كنضيفوه فوق النار وتنبقاو تنحركو بديك الطريقه، يعني تندورو الزيت واللوز هكا تيدور معنا باش كيجينا لون موحد، يعني بالنسبه للقليان ديالو، وكذلك حتى في الداخل ديالو تيكون يعني وصلوا داك اللون الذهبي اللي بغينا نحصلوا عليه، وكيجينا اللوز محمر وتيجي زوين. بالنسبه للوز اللي باقي ليا ما نضيفوش دابا في هذا الزيت، لان هذا الزيت سخونه، غنخليها حتى تبرد تماما عاد باش غادي نقلي فيها هاد الزلافه اللي حيدت معاكم حتى يبرد الزيت، عاد باش غنديروا فيه اللوز، عاد باش غادي نقلي ان شاء الله. هنايا خديت الزلافه اللي احتفظت بها، قلت لكم غنخدم بها عقده، غادي نهشيها في هذا الهشوار يعني تكون رقيقه. هنايا قسمت هذاك القياس ديال اللوز باش ما تجينيش يعني الكميه كثيره في الهشوار. درت هذا الجزء وغندير الجزء اللي باقي، غنهرشيه بنفس الطريقه. خديت هنايا كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده اللي طحنته، ضروري ما تنطحنوه باش نديروه مع اللوز، تنديرش سنيده يعني كيف ما هي، ضروري ما تنطحنها بهكا حتى كتولي يعني قريبه للسكر كلاصي صافي. وتنخلطها بهذا الشكل هذا مع اللوز اللي هرشيته، وتنعاود نطحنهم المره الثانيه. المهم هذه هي الطريقه ديالتي بالنسبه للعقده الحلوه ديال اللوز، لا يعني هكا بريوات. المهم هذه هي طريقتي بالنسبه للعقده. كنطحن هذا بالمره الثانيه صافي. هنا تنطحن مزيان وكنبقى نضيف الماء الزهر باش هكا كيساعدني على الطحين، وكتجيني العقده رطبه يعني ما تنقويش. ندير قياس معلقه صافي وتنبقى تنطحن حتى كنكمل هذا القياس اللي عندي. بالنسبه لك كانت كميه كثيره من طبيعه الحال فكتديوها عند العطار نفس الطريقه، كتقول له هشي لي اللوز هو الاول، وكتدي معاك سنيده مطحونه يعني كطحنيها بوحدك، كتديها معاك عاد باش كتخلطيها المره الثانيه مع اللوز عند نيس عند العطار صافي، وكطحني المره الثانيه وكتضيفي الماء الزهر. يعني ضروري ما تديروا هذه الطريقه هذه باش هكا كتجيكم العقده زوينه وكتجي معلكه، يعني ملي كتخدموا بها وتطيب كتجي معلكه في الداخل ديال بريوه ولا حلوه ولا اللي خدمتوا بها راه كتجيكم زوينه صافي. كنبقى مستمره بهذا الشكل هذا كيف شفتوا معايا. هنا راه يعني كملت هذا الجزء الاول اللي طحنت، يعني هنا راه ولات عندي العقده جاهزه صافي. غنحيدها وغادي نكمل اللوز اللي عندي بنفس الطريقه، يعني تنطحن وندير القليل ديال الماء الزهر يعني قياس معلقه صافي حتى كنكمل. بالنسبه للوز اللي حمصته او قليته في الزيت فتنهشيه في الهشوار باش هكا نحصل على اللوز كونكاسي، يعني ما تيجيش معجن، يعني تنطحنوش
مزيان، غير تنهشيه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني كيجي هكا كونكاسي اللي هو رقيق، ماشي ما تنخليهش يعني الحبات هما غلاظ، وكذلك ما كنطحنوش مزيان، يعني ما تندعقوش في الطحين، هكا تنخليه كيف كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي هنا تنجمع العقده اللي عندي مع هذا اللوز اللي حمرت في الزيت وهشيته. هنا درت معلقه صغيره ديال المسكره الحره اللي دقيتها مع القليل ديال السكر، وزدت شويه يعني راس المعلقه زدتها، ودرت راس المعلقه ديال القرفه، ودرت هنايا 60 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، ودرت معلقه ديال الجليكوز. صافي تنجمع هاد العقده هكا مع بعضياتها، كنحاول ندخل هاد المقادير اللي ضفت عاد باش ندخل اللوز اللي محمر. تنبقى تندلك في العقده ديالتي، وكنبقى تنضيف الماء الزهر، يعني الماء الزهر تنديرو بالتدريج. هذيك الكميه اللي درت في الاول ملي طحنت هاد اللوز هذا، يعني حضرته عقده، وكذلك ملي تنبدا تندلك في اللوز تنبقى تنضيف الماء الزهر على حسب القياس اللي غادي يخصني، يعني تنبقى تندلك في اللوز وتنرش بالماء الزهر حتى كتحصلوا على عقده اللي كتكون رطبه وتتكون ليس هكا تخدموا بها باريحيه، وتتجي كذلك معلكه يعني في الداخل ديال البريوه. وهنا ضروري ما يعني تعركوها مزيان، يعني كيف كتعرفوا راه اللوز كيبغي يتخدم مزيان، ضروري ما تدلكوه. انا هنا غير تنقص المراحل باش ما يجينيش الفيديو طويل، لهذا ما شاركتش معكم يعني بزاف كيفاش يعني دلكت اللوز وهكا. المهم راه يعني باين شنو هذا، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح. المهم خدموها مزيان. هنايا انا خدمت 2 كيلو، ولكن كل كيلو خدمته بوحدو بنفس الطريقه كيف خدمت معكم، يعني كل كيلو حضرته بوحديتو ودرت نسمته بوحدو هكا باش كي تجي العقده، يعني بالنسبه للاخوات اللي اول مره وهكا يقدروا يحضروا يعني كيلو، ما بغيتش ندير عجنه وحده. صافي تناخذ كميه ديال اللوز اللي تنورقها بهذا الشكل هذا بالمدلك، وتنحاول نقادها كيف بالنسبه للاخوات اللي تيدخلوا عندي القناه وعارفين طريقتي ديال الخدمه، راه هذه هي الطريقه ديالتي. تنقاد اللوز بهذا الشكل هذا وتنورقو صافي، وتنطراسيه بالموس بهذا الشكل هكا. كتجيني الطريقه ساهله وكتجيني خدمه يعني عمليه، يعني دغيا تنبدا خدامه ما تنبقاش تنقاد. وكيبقى لكم الاختيار، يعني كل واحد فاش كيرتاح، الا ارتاحيتو تحضروا كويرات هكا وتوزنوهم بالنسبه للاخوات اللي تبغيو يوزنوا العقده ويعرفوا شحال فيها، كيبقى لكم الاختيار. المهم هذه طريقتي شاركتها معكم، ونتمنى ان شاء الله تفيدكم وتخدموا بها، لانها صراحه عمليه بشكل كبير، يعني كتسهل عليك الخدمه. صافي كنبقى تناخذ بهذا القياس هذا هكا حتى كنكمل ان شاء الله العقده. صافي تنديرها في بلاطو، تنهزها هكا بالبلاستيكه ديالها، تنحطها في بلاطو وتنغطيها بهذا البلاستيك اللي قطعت فوق منها، وتنخليها حتى كنقاد الورقه. بالنسبه للقياس ديال الورقه انا خديت هنا 4 ديال الورقه اللي غادي نشارك معكم. بالنسبه للكميه ديال البريوات راه خدمتها بقات لي غير كميه قليله، داكشي علاش شاركت معكم هذا القياس ديال 4 ديال الورقه، لاني خدمت بالليل، والليل كتكون الاضاءه شويه ماشي هذيك بالنسبه للتصوير، يعني ما تيجيش تصوير مزيان. داكشي علاش كملت الخدمه في الليل، وحتى الغد عاد باش شاركت معكم هاد الكميه ديال 4 ديال الورقه باش كملت بها نيت القياس اللي كان بقى ليا ديال البريوات، لاني كيلو خدمته بريوات وكيلو خدمته محنشات. صافي هنا تناخذ القياس ديال 5 سنتيم بالمسطره كيف شفتوا معايا. صافي تنقطعها بهذا الشكل هذا، وتنكون ذوبت الزبده
اللي تتكون من أصل حيواني ضروري كتذوبوها وتوجدوها. كذلك كتوجدوا بياض البيض. بالنسبة للزبدة تديروها في كاسرون تخليوها تذوب حتى يعني كتذوب، ولكن على نار اللي هي مهيلة. كديروا فيها شوية ديال الملحة باش هذاك اللبن ولا هاكا الحليب تيبقى في القاع ديال الكاسرونة، وتاخذوا غير الزبدة صافي تتخدموا بها. وبالنسبة للبقايا ديال الورقة راه وريتها لكم، راه كنحتفظ بها في المجمد ان شاء الله حتى نشاركوا بها معكم شي حاجة هكا حلوة ولا مالحة ان شاء الله، كيف ما سبق وشاركت معكم اللي اللي درتو ببقايا ديال الورقة. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا، لانه صراحه جا لذيذ وجا زوين. لهذا بقايا ديال الورقه ما تبقاوش تضيعوها، اللي ما ترميوهاش. صافي هنا تناخذ بلاطو اللي تنصلح فيه هاد الورقات اللي وجدت، تندهنهم بالزبده. هاد الزبده ملي تندهنوها في وسط البريوات تجيو البريوات ديالنا مقرمشين وبنانين بهاد الزبده هادي، تيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين. صافي تنقاد هاد العقده ديالتي، صافي تنبدا تلف البريوات بهذا الشكل هذا. يعني الفيديو شارح نفسه بهذا المعنى. صافي تنحط العقده وتنطراسيها يعني في القنت ديال الورقه. صافي تنبدا تلف. المهم اهم حاجه انك توركي على العقده ملي تقاديها تتبقاي تحطي على الحرف ديال الورقه. ملي تطوي بهذا الشكل هذا دائما كنحطوا الورقه على الحرف ديال الورقه، ما تنخرجوش من هنا ولا من هنا، باش هكا كنبقاو غادي في نفس العبار. وفي نفس الوقت تنقادو في البدايه باش كيعطينا العبار هو هذاك ديال البريوه بهذا الشكل هذا. وتنبقاو تندفعوا لعندنا، يعني تتجري البريوه جيتك لعندك هكا باش كتضغطي على دوك القنات ما تيبقاوش محلولين ديال البريوه، وكتجي البريوه مسدوده. يعني ملي تتبداو تتقليو فيها ما تتحلش لكم نهائيا في الزيت وما تخرجش لكم العقده على برا نهائيا. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح، ونتمنى ان شاء الله تجربوهم لانه صراحه جاو لذاذين بزاف. الله ينفعهم اليوم يا ربي. من بعد ما تنخدمهم تنخليهم تيباتوا ليله كامله ضروري، تنخليهم يباتوا هكا باش ينشفوا لنا البريوات، وحتى الغد عاد باش تنقليوهم. يعني ما تنخدموهمش ديك الساعات وتنوليو نطيبوهم. بالنسبه لي انا هنا واخا كملت بالليل بقات لي كميه قليله اللي شاركت معكم، فخليتهم حتى وجدت المحنشات صافي عاد باش طيبت كلشي في نهار واحد. هنا كنحيد ديك الورقه اللي زايده وتندير بياض البيض وتنلفهم بهذا الشكل هذا، تنخشيهم في الداخل ديال البريوه وتندير بياض البيض من الداخل ديال الورقه صافي، وتنقادهم بهذا الشكل هذا باش تيكون الفينيسيو ديال البريوه هو هذاك. ما تنخليوش الورقه على برا نهائيا. بالنسبه زعما الا كانت عندكم الورقه يلا كيف خديتوها طريه هكا، اما الا كانت بيته فكتمحن شويه، لهذا طويوها غير على برا صافي. ما يمكنش تبقاو تهزوا الورقه بهذا الشكل هذا لانها تبدا تتقطع. لهذا تنفضل دائما ما نجيب الورقه حتى نكون وجدت العقده ديالتي، يعني طرسيتها وكل شيء قديتها في البلاطو عاد باش نسخر ولدي تيجيب لي الورقه باش هكا غير تيجي الورقه تنبدا خدامه فيها. بالنسبه لهاد البريوات هادو راه ما غاديش نضغط عليهم من الجوانب ديالهم، كيف غتشوفوا معايا كيف البريوات اللي شاركت معكم من قبل، لان صاحبه الطلبيه بغاتهم بهذا الشكل هذا، يعني كيف ما يتطواو كيف ما يبقاو. لبيت الطلب من طبيعه الحال وخليتهم كيف ما بغاتهم. الله ينفعهم يا ربي. المهم عجبوها بهذا الشكل هذا فصيبتهم كيف ما بغاتهم.
وإلا بغيتو تضغطوا عليهم يعني من الجناب هكا باش كيجيو بومبي، ملي كتقليوهم تيتنفخو تيجيو يعني مبومبي هكا منفوخين، كيبقى ليكم الاختيار. المهم راه عندي الفيديو اللي حطيت من قبل، الا بغيتو زعما تشوفوا الطريقه ولا ان شاء الله. قلت لكم ما غاديش نضغط عليهم. هنا كيف شفتوا معايا الخدمه اللي خدمت بالليل، يعني وجدتها للصباح، والكميه اللي سجلت معكم دابا هي اللي بقات لي خدمتها بربعه ديال الورقه. صافي تنخليهم واخا باتو، تنخليهم مازال كيبقاو تينشفوا حتى كنحضر المحنشات اللي عندي. هنا كيف شفتوا معايا خديت كيلو ديال الورقه اللي كندهن ما بين الورقه وورقه بالزيت. صافي تنحيد هاد الجوانب هادو، دائما نقول لكم ما تفرطوش فيهم خبيوهم في الفريغو حتى تديروا بهم شي حاجه ان شاء الله هكا تشاركوها مع وليداتكم، الله ينفعكم ان شاء الله. المهم حتى حاجه ما نضيعوها صافي هنا تنقسم الورقه على جوج وتنعبر 10 سنتيم صافي، وتنقطع هكا، تنبقى تنطراسي بنفس القياس اللي خديت في الاول صافي حتى كنكمل الورقه اللي عندي. بالنسبه للعقده هنايا كناخذ شويه ديال العقده تنديرو حربول بهذا الشكل هذا وتنعبر 15 سنتيم صافي، وتنخلي هذاك يعني الحربول الاول اللي وجدت تنبقى تنعبر يعني تنحرب الكميه اللي باقا ليا وتنطراسي على هاد الحربول اللي حضرت في الاول صافي حتى كنكمل العقده اللي عندي. انا هنايا هزيتهم بالمسطره هكا باش كنحطهم فوق من بعضياتهم باش ما كيتكسرش ليا العقده صافي، تندير بلاستيكه فوق منهم وتنخلي البلاطو حدايا هكا، كذلك كتجيني الخدمه مزيانه، يعني كنوجد هاد الكميه ديال العقده وتنبدا خدام. هنايا الجهه الملسه هي اللي تنديرو لتحت ديال الورقه. انا هنا خدمت معكم في بلاطو باش تبان مزيان في التصوير. هنا بكثرة ما تنبقى تنقص يعني في المقطع يعني باش ما يجيش الفيديو طويل، مشات لي هاد اللقطة هادي، ولكن ان شاء الله هادي غنشارك معكم غير وحده. تنضغط عليها هكا ملي تندير بياض البيض صافي، تنثني هاد الجزء هذا بهذا الشكل هذا وتنبقى تنضغط على الحربول باش تلف هاد المحنشه ديالتي، يعني تنضغط وتلف حتى كنكملها بهذا الشكل هذا. هنا كندير بياض البيض باش كتلصق ليا الورقه. هنا غناخذ المقص اللي غادي نفتح به هذيك الورقه اللي بقات عندي وغادي نقسمها على زوج، يعني نصف غنديرو في التحت ديال البريوه قصدي المحنشه، والنصف الاخر غيبقى في الجانب يعني الفوق. بالطريقه هذه كنديرها الا كانت الورقه شويه غليظه، الا كانت رقيقه راه كتدخلوها بالموس هكا بالحرف ديال الموس في التنيه ديال او في ديك اللفه اللي كتلفوها في الاخر ديال المحنشه صافي. تنخليهم تيباتوا كذلك حتى هما حتى الغد عاد باش تنتكيهم هكا بالبرا صافي، وتنستفهم في اللاطا وتندهنهم كذلك بالزبده. تندخلهم للفران، كنشعل عليهم الفوق والتحت، كيكون الفران سخون ملي تندخلهم للفران تنقص النار، نطيبتهم غير في هذا في الفران ديال الغاز
يعني تكون الطياب ديال الصابلي تيكون البوطه ناقصه يعني. صافي هنايا من بعد ما تنطيب تنقلي تحمرات تنحطها في هاد الطنجره هادي وتندير ليهم العسل ديالهم وتنغطي عليهم بالطبيسيل وتنخليهم تيباتوا ليله كامل. هنايا تنوجد معكم ان شاء الله غادي نصايب معكم البريوات. خديت هنايا الزيت اللي درتو تيسخن وتنجرب الزيت يعني بريوه وحده صافي وتنبدا تنحط في البريوات ديالي وتنبقى تندور الزيت على شكل دائري هكا صافي حتى كيتحمروا معايا كاملين من جميع الجهات. يعني هاد الطريقه هذه تتخلي البريوات ديالنا ما تيتحرقوش من شي جهه او تيبقاو منزلين هكا حتى كيطيبوا عاد باش نبداو نحركوا فيهم. كيف شفتوا معايا غير تنحطهم تنبقى ندور الزيت بهذا الشكل هذا حتى كياخذوا هذا اللون هذا صافي وتنحيدهم من الزيت. بالنسبه للعسل راه شاركت معكم ملي كانت باقا الطنجره عامره باني ما تنسخنوش، غير نقصت الكميه على وديت البريوات صافي واللي بقى غندير فيه قصدي المحنشات واللي بقى غندير فيه دابا البريوات. يعني ما تنسخنش العسل نهائيا. راه شاركته معكم راه حطيته في القناه. هو ديك هي الطريقه ديالتي اللي تنصيب بها العسل اللي تنخدم به وكيجي عسل اللي هو ناجح وما تنسخنوش نهائيا. صافي تنحط فيه البريوات او المحنشات مع السخونيه اللي فيهم هما تيخليو داك العسل تيطلق. ومني كنكملت كيف قلت لكم تنخلي البريوات والمحنشات تيباتوا ليله كامله في العسل. ضروري من هاد الخطوه هادي هكا باش يبرد عليهم العسل وكيتشربوا العسل مزيان وتيجيو معلكين من الداخل ديالهم وتيجيو لذاذين. صافي هنا من بعد ما كملت تناخذ هاد الغطاء اللي تيجيني قد الطنجره وتنضغط على هذوك البريوات باش كيبقاو داخلين في العسل. نهار الاخر تنصفيهم من العسل بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا معايا كيكون العسل ثقيل يعني برد عليهم. صافي تنخليهم حتى يتصفاو من هذاك العسل وتناخذو تنغليه مزيان حتى كيغلى العسل وكنبدا تنستف طبقه بطبقه يعني ديال المحنشات وتنسقيهم بالعسيل هكا حتى كنكمل هذيك الكميه كامله اللي عندي ديال المحنشات. صافي تناخذ الجليكوز اللي تنديرو غير في الجنب هكا وشويه في الوسط وتندير اللوز ايفيلي اللي حمصته في الفران. تنحاول نثبت هذا اللوز هذا بهذا الشكل هذا وتنقادهم. وكيبقى لكم الاختيار بالنسبه للتزيين كيفاش بغيتو تزينوهم. هنايا مشات لي بزاف ديال اللقطات يعني اللي شاركت معكم صراحه حيت جا الفيديو طويل وبقيت تنقص يعني منه. لهذا المهم راه يعني الصوره واضحه كيفاش زينتهم. غير كديروا الجليكوز تثبتوه في الجهه اللي بغيتو ديروا فيها اللوز صافي وتتقادوها بهذا الشكل هذا وتتقدموها كتجي رائعه جدا. هنا بالنسبه للبريوات راه نفس الطريقه حتى هما تنفرغهم من العسل اللي تيكونوا بايتين فيه وتنغلي داك العسل تماما حتى كيغلى وتنسقيهم به وكنخليهم حتى كيتصفاو. انا هنا شاركتهم معكم في بلاطو بهذا الشكل هذا. زينتهم بالبريوات بورق الذهب والمحنشات راه مزينين باللوز ايفيلي. وكنتمنى فيديو اليوم يكون خفيف على قلوبكم وان شاء الله رمضان كريم وبكل تمنياتي ان شاء الله وفي امان الله. السلام عليكم.